لو انت تابعت الفيديو من اوله لاخره صدقني مفيش صورة مصغرة هتقف قدامك، هتحترف تصميم الصور المصغرة. اسمع الفيديو من اوله لاخره حرفيا، هقول لك اسرار محدش بيقولها، هقول لك افكار وطريقة جديدة في التصميم برضو محدش بيقولها، هقول لك زوايا صور مصغرة برضو محدش قالها. لأول مرة هتسمع كلام عمرك ما سمعته في حياتك بإذن الله. في فيديو النهاردة هنعمل شغل عالي جدا بالنسبة للصور المصغرة، سواء بقى صور مصغرة لصانع محتوى أو مدرس أو أي شخص بوجه عام على قناة اليوتيوب. ركز معايا كده وهنبدأ بسم الله. طبعا في البداية متنساش تنزل تعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو، وفي اخر الفيديو طبعا بعد ما تتعلم قول لي رأيك في فيديو النهارده. ولو حابين ان احنا نكمل في سلسله الصور المصغره يا ريت تسيب لي برضو كومنت في تحت الفيديو. ويلا نبدا بسم الله. اول حاجه هنروح لموقع المارينا. طبعا ما اعرفش الناس بقى بتنطقوا لامرينا المارينا، زي ما يكون مش هيفرق معانا. هنروح الموقع دوت هنبدا تصميم اول نوع من الصور المصغره، وهو تصميم صوره مصغره من الخلفيه مع الشخص بالكامل بالاي اي. بالكامل بالاي اي. طب الناس هتسالني طب احنا ليه نصمم الصوره مصغره بالكامل بالاي اي؟ علشان رقم واحد عندك الاي اي هيوفر لك زوايا تصوير مش هتلاقيها في حته، وليكن زاويه تصوير عين السمكه. يعني مثلا هوريك الصوره المصغره دي، الصوره المصغره دي بالكامل تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي. هي فكره التكاثر في الانسان لمدرس احياء. طب جميل، هل انت هتقدر ان انت توفر صورة الشخص؟ خصوصا طبعا النانو بنانا طلع دمر لنا الدنيا وعمل لنا شغل عالي جدا. هل انت تقدر ان انت تجيب صورة شخص وتقدر ان انت تعمله بالصورة المصغرة اللي هي دي؟ طبعا صعب، ده منظور عين السمكة مع منظور علوي، فاستحاله ان انت تعرف تعمل حاجه زي كده اهو. فلازم ان انت تعتمد على ادوات الذكاء الاصطناعي. في الفتره الحاليه يا جماعه بلاش حد يسمع ليه ليه يعني محاضرات قديمه في شرح الفوتوشوب. دلوقتي في حاجات كتيره اتطورت جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي. في زمان ممكن يقول لك ما ينفعش وما ينفعش انها تحصل، دلوقتي احنا هنقول لك لا ينفع ان هي تحصل ومنأكد ان هي بتحصل. فركزوا معايا بقى كده. اول نوع من الصور المصغره هو تصميم صوره مصغره بالذكاء الاصطناعي، سواء كان بخلفيه او شخص. يلا نبدا. اول حاجه هنروح نضيف الصوره بتاعه الشخص، ولكن قبل ما نضيف الصوره بتاعه الشخص ركز معايا قوي، احنا نشتغل على الخلفيه ونشتغل على الشخص. فبالتالي لازم اول حاجه انك تروح على الفوتوشوب بتاعك، هتفتحه 1920 في 1080. ده مقاس ده مقاس الصور المصغره 1920 في 1080. تمام، يعني المشروع بتاعك اهو عشان الناس بس اللي لسه بتتعلم من الصفر. عادي مفيش مشكله، هتروح تكتب هنا ويدز 1920 في 1080 وتدوس كونتينيو كريت. اوكي، هنجيب بقى بعد كده الصوره بتاعتنا. طبعا الصوره بتاعتنا كانت عباره عن الجزء اللي في النص ده بس، اللي هو الجزء اللي في النص ده، ولكن انا خليته بمقاس الصوره مصغره اللي هي 1920 في 1080. يعني هي الصوره بالظبط كانت جايه لي بالمنظر ده، اللي هو المنظر اللي انا بظلله ده. فطبعا انا حطيتها على المقاس وحطيت الصورة في النص. طب الناس هتقولي ليه؟ هقول لك لان انا عايز طبعا الشخص في النص وهعدل عليه وهو في موضوعه اللي هو في النص. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا النانو بنانا لما بتدخل له موديل بمقاسه بيطلعه لك بنفس المقاس. يعني انت لو كنت دخلت اللي هو المقاس بتاع الصورة اللي هو الطبيعي ده اللي انا مظلله، كان زمان هيطلعه لك بنفس المقاس. فطبعا انا عايز التصميم مرة واحدة يطلع بالمقاس الصورة المصغرة اللي هو 1920 في 1080. فبالتالي جبت الصورة المصغرة، جبت الصورة وحطيتها في المقاس وحطيت الشخص في النص لان انا عايزه في البداية في النص. تمام، وبعد كده سيفتها هنا. تمام، ده اول نقطة. تاني نقطة بقى، يلا بينا نروح نكتب برومت. طبعا أول حاجة هنروح نزور صفحتي على الفيسبوك، ناخد المنظور دوت. طبعا أنا تلاقيني اللي أنا منزل كذا منظور على الصفحة، علشان اللي مش متابع يدخل هيلاقي اللي أنا بنزل منظور بالبرومت. فأنا هاخد ال 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 البرومت ده للمنظور ده اللي هو منظور علوي، علشان طبعا احنا نستفاد من الاي اي او النانو بنانا في المناظير والتعديل. طبعا نروح على موقع شات جي بي تي، تمام، ونروح نقول له انا عاوز ادمج البرومت دوت مع، ونكتب كده اهو انا ماشي. انا قلت له انا عاوز ادمج البرومت ده مع
مع دي بعديها هنوصف الحالة اللي احنا عايزينها. عايزين ان طبعا انا البرومت اللي احنا اخدناه من صفحتي هو برومت للمنظور اللي احنا عايزينه، وده اهم حاجة عندنا. احنا عايزين نستفيد من النانو بنانا في المنظور وحتة طبعا التعديل، لكن رقم واحد بالنسبة لنا المنظور. ما انت مش هتقدر ان انت من صورة عادية تقدر ان انت تعمل منظور تاني، فاحنا هنستفاد من النانو بنانا في المنظور. منظور بعد كده دلوقتي هنضيف اللي احنا عايزين خلفيه والكلام هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى انا عاوز ادمج البرومت ده، وهنحط له دلوقتي البرومت مع ايه بتيجي اللي انت يوسف. ماشي. بصوا انا بدات اللي انا كتبته اللي انا عاوز ادمج البرومت ده، وهنحط اهو البرومت كنترول في. طبعا نكتب بقى مع عاوز ان الشخص يرتدي ملابس غرفه العمليات وهو موجود في غرفه العمليات، ويحمل طفل رضيع حديث الولاده، ويريد اضاءه سينمائيه، ومهمه قوي الاضاءه السينمائيه دي وباللون السيان. ونشوف بقى نعمل جنريت. تمام. تمام خلاص كده طلع البرومت اللي احنا المفروض ناخده ونروح على المارينا بقى او لامرينا. ندوس كنترول في ونختار الصورة. نبتدي اللي احنا ندوس على جنريت او كرييت او اي حاجة بقى. طبعا معلش في غلطة كبيرة جدا انا عملتها، وكويس اللي انا غلطتها. هنمسح بس معلش اللامرينا ونمسح ندوس هنا ديليت. نروح على باتل دي نخليها دايركت شات، ودي نخليها رماية 2.5 برو. ندوس كنترول في ونضيف اهو الصورة بتاعتنا وندوس هنا جنريت. طبعا لازم تبقى دايركت شات، ونعمل هنا جيميناي اللي هي بتاعت النينو بنانا، ونستنى بالظبط ان شاء الله مش هتكمل 15 ثانية بإذن الله، لأن البرمت المفروض يكون مظبوط. اهو ما كملتش 15 ثانية الحمد لله. بصوا طلع والله شكل حلو قوي 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 اللي هو بالمنظر ده. طب تعالى بقى ناخدها ونشوف نقدر اللي احنا نعمل ايه. تعالى ناخدها اهي. حلوه الفكرة برضو اللي هو باصص بالمنظر بعد ما نحمل الصورة او نروح نحطها بقى على المقاس بتاعنا ده ونكبرها شويتين، ونبتدي اللي احنا بقى ايه، لازم نحط التاتش بتاعنا اللي هو كمصمم جرافيك. طبعا قبل كل يفضل ان انت تروح على موقع ابسكيلر زي الموقع وتجيب الصورة بتاعتك اللي انت ولدتها دي، ونروح نحطها عليه. بنعمل بس اب سكيل علشان الجودة تبقى عالية شوية، ما نشتغلش على الجودة الضعيفة. طبعا النانو بنانا بيطلع لك شغل عالمي، ولكن الدقة او الكواليتي لسه مش احسن حاجة. فبس احنا ولدنا على فكرة هو ده الشخص، ولدنا صورة الشخص وهو خلاص في غرفة العمليات. كل ده اللي احنا عايزينه، يحمل طفل رضيع جميلة. وهنبتدي اللي احنا نكتب بس على التصميم. طبعا هنمسح بقى دي، هنحط بقى الصورة اللي احنا هنعلي جودتها. طبعا هحط لك لينك برضو الويب سايت وهي ممكن هنا تعملها على 4 اتش دي. طبعا انا كنت شارحه قبل كده. هحط لك اللينك بتاعه، ونبتدي اللي احنا بس نستنى شويه وندوس سيف. هتلاقي اللينك بتاعه ان شاء الله في الوصف. اي حاجه باذن الله بشرحها كويب سايت بقول هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف. برومت برضه هحط باذن الله لينك الصفحه بتاعتي في الوصف بحيث الناس تدخل عليها، او هعمل لك كده اهو زي ملف، والملف هيبقى فيه كذا برومت ليه كذا منظور، واكتب لك المنظور ده بتاع ايه علشان تستخدمه في الصور المصغره بتاعتك باذن الله. يعني احنا هنطلع شغل عالي جدا في الصور المصغره ما طلعش قبل كده. استنى بس 10 ثواني بالظبط نكون خلاص خلصت اهو. يلا بينا طلعت، وندوس هنا سيف. كده الجودة اتحسنت اهو. نحملها ناخدها بقى على الفوتوشوب بتاعنا. تمام نكبرها كده شويتين. تمام. نروح بقى ناخد الصورة دي، نروح نبتدي اللي احنا نروح على كاميرا رو فلتر. اول حاجة نشتغل على كاميرا رو فلتر، نبتدي اللي احنا نظبطها شوية عشان هي. نروح مثلا تكستشر نزود شوية في التكستشر. ودلوقتي هنا بينيت. تمام شكرا. انت عايز تقلل في الكونتراست، زود شوية في الإضاءة. تمام ممكن تروح على هنا الكاليبريشن، زود شوف الألوان بتاعتك اللي انت عايزها. انا عايزها بس سنة السيان ومتشبعة سنة. تمام
الدرجة دي. بس انت بتظبط الالوان بتاعتك وتدوس اوكي، كده قبل كده بعد. حلو، تمام، جميل جدا. حتى لو انت عايزها بعد قبل مفيش مشكلة، بس انا عايزها كده اهو شوية عشان هظبط شوية حاجات. تمام، يلا بينا. عايزين نكتب بطريقة الدحيح. طبعا طريقة الدحيح بيكتب لي، يعمل لك الصورة مصورة ونكتب هنا مثلا التكاثر. طبعا لون فونت بري هتلاقيه برضو في الديسكريبشن بإذن الله. التكاثر في الإنسان. طبعا احنا جبنا الفكرة منين؟ يا إما نجيب الفكرة من المدرس، يا إما تجيب الفكرة مع نفسك. التكاثر في الإنسان، فأكيد مش هعمل حاجة تانية. نجيب اللي أنا أجيب طفل وهو مولده خلاص، يعني أكيد مش هعمل حاجة تانية. بس يعني فبالتالي هحط اهو كلمة التكاثر في الإنسان دي، هتجيب بإذن الله بأمر الله مشاهدات عالية جدا. طبعا هدفنا اللي احنا برضو المشاهدات اللي تيجي تبقى كويسة. هتروح هنا على الجريدينت، تمام، ما بين الصورة وما بين الكتابة. ممكن تاخد درجة من درجات السيان، بس غامقة شوية اهي كده اهو. هتعمل مثلا زي فيد من تحت، او هنا بالاسود. ماشي، نروح هنا. شوف بقى، لا انا شايفها كانت بالاسود كانت احسن، فممكن ناخد الاسود تاني. ده مش درجة الاسود اهو، كده تمام. يلا بينا. اهو ده برضو مش درجة الاسود اهو، الزبدي اهو. بتتكسر في الانسان علشان تكون واضحة. ممكن نعمل حركة والله لطيفة انا بحب اعملها في شغلي انا، معرفش الناس عارفاها ولا لأ. هي مثلا زي حلقات، زي حاجة كده اهو طالعة هيك كده اهو. ركزوا معايا، بستخدم البين تول، تمام، وابتدي ان انا اعمل زي شريط كده اهو، شكله جمالي شوية. ونعمل كده اهو، كده اهو. مرة حد سألني ازاي عملتها، يعني هي ايه، جت ايه بالصدفة يعني. بس كده اهو ماشي. طب الناس هتقولي بعد ما عملت كده بالبين تول اهو، بالبين تول وهنا معمولة على الباس، تمام، هنروح نعمل بقى نيو لير. هتروح بقى تجيب البرش تول بتاعتك يا حبيبي، وتجيب كده تصغر شوية. نشوف ان كده البرش تول ماشية دايمتر صغير شوية كده اهو. وتخلي الهاردنس، خلي الهاردنس مثلا على 94 شوية في الدايمتر، خليها مثلا وليكن 10. تروح تجيب بقى اللون اللي هو مثلا السيان ده، او اي لون مثلا هنا فاتح، وتاخد الدرجة هنا فاتحة، تمام. وتروح ترجع تاني. انا شايف كنت على البراش تول كنت باخد بس ايه، بظبط البراش بتاعتي اهي، تمام. خليتها هاردنس 95، تمام. والدايمتر ممكن نخليه معلش 12. وندوس هنا على نرجع تاني على البين تول، وندوس كليك يمين على مثلا النقطة دي، وندوس هنا ستروك بعد ما عملنا هنا لاير، وندوس اوكي. معلش هنرجع تاني للبراش تول علشان اكتشفت ان تقريبا الفلو هنا قليل. تاني هنرجع بقى هنا البين تول، ندوس كنترول زيت عشان ارجع. كليك يمين، ستروك، اوكي. عمل لنا الخطوط الجامدة دي، جامدة جدا جدا جدا. هتروح بعد كده تدوس هنا سيلكشن، بس اوكي. بعد كده تدوس كنترول دي عشان تزيل السلكشن ده. خلاص، هنروح بعد كده نجيب هنا ماسك، نجيب بقى البرش تول بتاعتنا، تيجي نمسح، تمام. كأنها معدية من ورا الشخص، تمام، كأنها معدية من ورا الشخص. ممكن تجيب بعد كده مثلا زي layer عشان نعمل مثلا كأنها gradient كده، وتاخد درجة مثلا غامقة من هنا، وليكن هتعمل كده اهو، تمام. قلل شوية في الأوباستي مثلا. لو انت حابب تعمل لو انت عايز مثلا ايه، شيل كل الكلام ده، لونها وهي فاتح حلو. او مثلا تروح هنا تغير مثلا color overlay، وتخلي مثلا لونها مثلا باللون الابيض. ممكن تلاقي ان لونها اشيك، عادي مفيش مشكلة. ممكن يعني نسيبها زي ما هي كده اهو، تمام. ونيجي نعمل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم حاجة مثلا ميكس ما بين الابيض، تمام. نعمل نيو لير وننزلها كده، ميكس ما بين الابيض والسيان. ومعلش هندوس كده شيفت
نعمل بقى convert smart object الاتنين مع بعض. تروح كده على على بلور ونعمل موشن بلور. تمام، ممكن نعمل لها بالزاوية كده اهو، كأنها عاملة كده اهو موشن بلور جامد قوي كده في الخلفية وراه اهو، يعني حاجة جامدة كده اهو. تمام، بس كده اب كده. بعد ممكن نروح نضيف مثلا جريد. تمام، انا بحاول اشرح لكم الحاجات الزيادة اللي ممكن نضيفها. تمام، نروح على فري بيك ونكتب هنا اهي جريدز، كنت انا بحث عنها. تمام، وناخد مثلا الجريدز، شوف بقى الجريدز اللي انت حابين ان انتوا تضيفوها. ممكن دي ممكن انت عايز تاخد دي، وندوس هنا داونلود مثلا ايه. مش اهي، ناخد الصورة دي. طبعا عشان انا المفروض هنا اعمل اكستراكت بس داونلودز جيم اهي. تمام، هناخد الصورة اهي بتاعتنا، نروح على الفوتوشوب. تمام، ونروح نعمل دي سكرين. تمام، ونروح بعد كده نروح على يلا بينا الماسك بتاعنا. طبعا دي كبرها بس كده شوية وكده من هنا شوية. الماسك بتاعنا وندوس هنا كنترول اي عشان نعكس. ندوس هنا كنترول اي عشان نعكس الماسك. نجيب بقى البرش تول بتاعتنا، تيجي مثلا ايه، احنا ندوس هنا اكس تخليها باللون الابيض، نزل هنا مثلا كده اهو، وبس كده اهو. كده احنا ظبطنا الصورة المصغرة بتاعتنا بمنظور تاني ومختلف. لو انت حابب مثلا ايه، عشان دايما انا عارف حوار ال ان انا بنانا بيخفي شوية تفاصيل في العين، فممكن نعمل بس ايه لساعات العين دي حاجة مالوش علاقة بالشرح، بس ايه نعملها كده اهو، ونقلل شوية في الوستي عشان تبقى ايه بس ساعات العين تبقى واضحة. تمام، يبقى كده احنا خلصنا التصميم لو من منظور علوي وكله بالذكاء الاصطناعي وبالفكرة التانية والتفاصيل اللي احنا حطيناها دي.